دايت بيخليك عصبي اهرب منه، وانا هقول لك ايه اسبابه وايه الحلول بتاعته. قله السعرات. اول حاجه الجسم بيحس بتهديد. رقم اتنين بيزيد عندك هرمون الكورتيزون، الجسم بيحس بتهديد. اتنين ارتفاع الكورتيزون وده اللي بيخليك متوتر. رقم تلاتة المخ بيدخل في حالة دفاع وده اللي بيخليك عصبي ومتوتر. اتنين قلة الكربوهيدرات بيبقى اقل من الجسم محتاج، وده اول نتيجة ليه انخفاض السيروتونين. ايه هو السيروتونين؟ هو مادة كيميائية بتوصل من المخ للخلايا العصبية، وده المسؤول عن تحسين المزاج، الشهية، تقليل التوتر، تقليل العصبية ونوبات الغضب. ضعف التركيز. الكربوهيدرات مش رفاهية، ده وقود عصبي. رقم ثلاثة نقص الدهون الصحية، اضطرابات في الهرمونات، تقلب مزاج. رقم أربعة إجهاد في الكارديو، الجهاز العصبي بيكون مرهق وما بيلحقش تعمل له ريكفري أو تعافي. الحل رقم واحد لازم نرفع السعرات فورا من 300 ل 500 سعر من الكربوهيدرات والدهون الصحيه زياده يوميا من رز او بطاطس او بطاطا او شوفان. رقم ثلاثة خفض الاجهاد، قلل الكارديو، زود يوم راحه اضافي في الاسبوع، النوم من 7 ل 8 ساعات. رقم أربعة دعم عصبي، هنزود مغنيسيوم قبل النوم، ميه كفايه، ملح معتدل. النصيحه الهدوء بيساوي تقدم، العصبيه انذار انك مش صح، العصبيه انذار انك مش صح. الدايت الصح يخسس، يعدل المزاج، يخليك اقوى في التمرين.